خروج ماليكوس باعتذار المتبعين ديالو وحتى لدراغونوف. وعلاش دراغونوف؟ في هذا الفيديو غادي تعرفوا علاش. واحد نهار ماليكوس غادي يدير فيديو وغادي يقول لهم انا هو المطور وانا هو السبب اللي خرجت دراغونوف، انا هو اللي خرجت دراغونوف من الشراكه. وهنا دراغونوف مني غادي يشوف الفيديو حتى هو غادي يدير فيديو وغادي يدير ردة الفعل ديالو وغادي يقول لهم اي يوتيوبر كيكذب على المتبعين ديالو راه غادي يتحاسب امام الله. وهنا فين ماليكوس غادي يشوف الفيديو ديالو غادي يتاثر بهذاك الفيديو اللي دارو دراغونوف. ونخليكم مع الفيديو تشوفوه وعاد نكملوا. فبصراحة اشي كثير مخيب للآمال. انتوا اليوتيوبرز، اي واحد يوتيوبر هو مسؤول عن الناس اللي عنده. انا لم انتقد هذا اليوتيوبر، الان انا اسوي ردة فعل. انا الان خلاص ما عاد اكرهه وروح اعتذر له في هذا الاخر المقطع وروح اقول له سامحني، ولكن خلونا نفهم الفيديو مع بعض. مسؤول عن كل واحد بيشاهده، فانت كل كلمة وكل تصرف بتعمله انت مسؤول عنه. صح غير هيك انت ما بتستحق الشهرة، ما بتستحق انه يكون عندك متابعين. صحيح والله كلامه جد. الان انا استوعبت كلامه وفهمت شو يقصد. اساس لانك هيك انت قاعد تضحك عليهم واحد ورا الثاني، او على الاقل قاعد تساعد واحد كذاب. وبهذا الفيديو ديال دراغونوف هو اللي كان سبب تأنيب الضمير ماليكوس. وهنا ماليكوس غادي يخرج باعتذار وغادي يولي يبغي دراغونوف وغادي يتابع له القناة ديالو وغادي يدير له لايك على الفيديو اللي كنهضر عليه وغادي يدير واحد ردة الفعل على واحد المتبع ديال دراغونوف غادي تلاقاه في الحياة الواقعية وغادي يضرب ماليكوس. وهنا ماليكوس غادي يقول لك بانه رفع عليه دعوة قضائية وحاليا راه مازال في الحبس كيتحاسب. ونخليكم مع الفيديو وعاد نكملوا. عقد ما هو اكثر واحد معفن في تونس. وي على فكرة شفتوا اللي ضربني هذاك رفعت بقضية والان ينحبس في السجن، تمام؟ لانه مهما عملت ما ينفع انه تجي وتحاسبني في الدنيا. حاسبني وشتمني في الانستغرام، الان ما زال في السجن على فكرة. لا تخاف صراحة هذا الكلام اللي قال ماليكوس عنده الحق. علاش اي صانع محتوى لا شي فيديو ما خصكمش تاخذوه بواحد الجدية؟ علاش كاين صانع محتوى سيء غادي يسيب لكم فيديوهات سيئين وفيهم الاستغلال، وكاين صانع محتوى مزيان غادي يرمي لكم فيديوهات اللي فيهم الاستفادة. وماليكوس راه خرج باعتذار وربي مسامح كريم وحتى المتبعين ديالو راه غادي يسامحوه. علاش لا؟ يا دراغونوف سامحني، لقد اخطأت في حقك واتمنى انك تسامح. ماليكوس بعدا خرج باعتذار وراه كاينين مازال معنا شي يوتيوبر حاليا كيكذبوا على المتبعين ديالهم وما يقدروش يديروا شي فيديو كيعتذروا المتبعين ديالهم. علاش كيخافوا تنقص لهم مشاهدات ولا يمشي لهم الفيوز؟ واخر كلمه اللي غادي نقولها، الله يهدي الجميع. تهلاو.